في الدروب شيبينج مش العميل بس هو اللي ممكن يخذلك لأنه ما بيستلمش الأوردر، لكن أحيانا الخذلان الحقيقي بيجي من مكان تاني خالص، وهو بيكون المورد أو المنصة اللي أنت بتتعامل معاها. المنصة للأسف ممكن تضيع عليك تعب ومجهود شهور في أسبوع واحد بس، لأن أنت ممكن تكون مثلا عامل إعلان وشغال كويس جدا جدا، وصارف كمان فيه فلوس وميزانية كبيرة جدا جدا، والطلبات تكون داخلة بشكل كويس، وفجأة تلاقي فيه مرتجعات وشكاوي وسمعتك بتبدأ تبوظ. وده للأسف مش بيكون بسببك أنت ولا بسبب الإعلان اللي أنت عامله، لكن بيكون بسبب مورد وحش أو منصة تعبانة مش قادرة إن هي توصل الأوردرات وتسلمها بشكل كويس وبشكل سريع. أنا محمد نادي، والنهاردة أنا مش جاي أقول لك كلام نظري ولا نصايح عامة. أنا النهاردة جاي عشان أفهمك إزاي تختار منصة دروب شيبينج بطريقة صحيحة، من غير بقى ما تضيع وقتك ولا مجهودك ولا فلوسك. وكمان هقول لك على أهم الأسس اللي تبدأ تختار بيها مورد دروب شيبينج مصري محترم وبطريقة عملية كمان. وكمان هنعمل مع بعض مقارنة صريحة بين أشهر منصات الأفiliate في مصر، من غير تجميل ومن غير تسويق لأي حد. بس قبل أي حاجة خليني أقول لك الحقيقة من غير أي لف ومن غير أي دوران. مفيش حاجة اسمها أفضل منصة دروب شيبينج في المطلق كده، لكن في حاجة اسمها أفضل منصة دروب شيبينج حسب مرحلتك وحسب خبرتك أنت. للأسف في ناس كتير بتفشل مش عشان الدروب شيبينج صعب، لكن هي بتكون بدأت على منصة مش مناسبة للمرحلة اللي هي فيها. وعشان كده أول سؤال لازم تسأله لنفسك قبل ما تبص على أي منصة: أنت في أنهي مرحلة بالظبط؟ هل أنت لسه مبتدئ ولا اشتغلت قبل كده وفاهم السوق وعندك خبرة كويسة؟ لأن ببساطة مش كل المنصات معمولة لكل الناس. في منصات بتكون بسيطة وسهلة وبتنفع للمبتدئين، وفي منصات تانية بتكون محتاجة خبرة وبتكون محتاجة مصاريف أعلى وبتكون محتاجة ضغط أكبر عشان تقدر تطلع أوردرات وتحقق منها أرباح. لازم تبقى عارف إن اختيارك للمنصة لازم يطابق مرحلتك مش طموحك. طيب نخش بقى على السؤال المهم: ازاي تختار مورد دروب شيبينج مصري بطريقه صحيحه؟ طيب اول حاجه بتبص عليها هي سرعه الشحن. بس خد بالك، مش عايزين كلام مكتوب على المنصه كده وخلاص. يعني مش مهم مثلا انه يكون مكتوب عند المنصه ان الشحن من يومين لاربع ايام. انا عايز فعل مش عايز كتابه. انا عايز كلام حقيقي وفعلا بيوصله في خلال يومين لاربع ايام ولا بيوصله في اكتر من كده. لازم تسال نفسك هل فعلا الطلبات دي بتوصل في المده دي، ولا هو رقم حلو كده بيحطوه على المنصة وخلاص عشان يخلوا شكلهم حلو ويجيبوا مسويين أكتر. طب هتقول لي أنا هعرف منين؟ هتعرف طبعا من خلال التست ومن خلال إنك بتعمل بحث كويس عن المنصة اللي أنت هتتعامل وهتشتغل معاها، وكمان بتشوف آراء الناس فيها على الجروبات بتاعة الفيسبوك وبيقولوا على المنصة إيه وعلى عيوبها إيه ومميزاتها إيه. وإحنا النهاردة برضو هنقول لك على مميزات وعيوب كل منصة، ما تقلقش. وخلي بالك، أي مورد بيتأخر أو بيماطل أو كل شوية مثلا بيفضل يغير في مواعيد التسليم، ده مورد هيحرق لك البراند بتاعك وهيبوظ لك شغلك وهيخسرك فلوسك على الفاضي، حتى لو كان المنتج بتاعه كويس ومحقق معاك مبيعات واوردرات كويسه. طيب وتاني حاجه عندنا وهي مهمه جدا جدا ولازم تخلي بالك منها، وهي نسبه المرتجعات. المرتجعات زي ما بيقولوا ده بيكون قاتل صامت. ادخل واسأل المورد بصراحة كده: نسبة المرتجع عندك تقريبا في حدود كام؟ لو النسبة عالية اعرف ان ده معناه حاجة من ثلاثة: يا اما بقى جودة المنتج وحشة، يا اما العميل مش فاهم المنتج، يا اما الشحن سيء وبطيء جدا جدا. دول ثلاث اسباب رئيسية بتعلي نسبة المرتجعات جدا، وفي كل الحالات للأسف انت اللي هتدفع الفاتورة مش المنصة ولا المورد. فلازم تخلي بالك من النسبة دي كويس جدا جدا. طيب وتالت حاجة عندنا بنبص عليها وهي جودة المنتج وجودة التغليف. اطلب اوردر لنفسك وجرب. انا نفسي طالب الاوردر ده من على منصة فيندور، وشفت المنتج وعرفت المنتج ده عامل ازاي ومتغلف ازاي وطريقة توصيله ازاي. خلي بالك ان العميل المصري بيحب المنتج يوصل متغلف كويس من غير اي كسور ومن غير ما يحس ان شكله مثلا رخيص، حتى لو هو طالب المنتج ده بسعر قليل. لو المورد بيبعت المنتج مثلا في كيس بلاستيك، او مثلا بيبعته من غير تغليف محترم وبيبعته كده اي حاجه وخلاص، فاعرف ان ده هيزود عندك نسبه المرتجعات حتى لو كان المنتج زي ما بقول لك كويس وجودته كويسه. طيب ورابع حاجه
وهي مهمة برضه، هل المورد ده بيدعمك ولا سايبك لوحدك كده منك للعميل؟ في مورد محترم بيرد بسرعة وبيحل المشكلة، ولو عرف مثلا ان الغلط عنده بيعترف بالغلط ده وبيصلحه بسرعة وبيبدأ يتدارك الموقف. لكن في مورد تاني بيقول لك طيب كلمنا بكره نكون راجعنا المشكله ونشوف هنحلها ازاي وهنتواصل معاك وهنتواصل مع العميل، او مثلا انه يقول لك المشكله مش من عندنا اصلا ودايما يحاول يطلع ان العميل هو اللي غلطان. انت محتاج مورد تحس انه شريك ليك في النجاح مش خصم ليك ويبقى سبب في خسارتك ويخليك تكره المجال كله. طيب في نقطه مهمه جدا جدا ناس كتير بتغفل عنها للاسف، وهي نوع المنتج اللي انت ناوي تشتغل عليه. مش كل منصة تنفع لكل انواع المنتجات، فلازم تسال نفسك الاول انت هتبيع ايه؟ هل مثلا هتبيع منتجات رخيصه وترندي ولا هتبيع منتجات غاليه ومحتاجه ثقه عند العميل؟ لو منتج ترندي يبقى انت محتاج سرعه في التنفيذ عاليه عشان المنتج ده هيتحرق بسرعه وهيكون عليه سحب كبير. لكن لو المنتج غالي وانت محتاج دعم قوي عشان تعرف تقفل الديل بتاعك وما تضيعش العميل من ايدك، خصوصا انك بتكون مثلا صارف ميزانيه محترمه على الاعلانات اللي انت عاملها، فخليك دايما عارف ان المنصه اللي مش مناسبه لطبيعه منتجك ممكن جدا ان هي توقعك حتى لو كانت شغاله بشكل كويس مع حد غيرك. طيب نقطة أخيرة ومهمة جدا لازم تكون عارفها، مين بالظبط اللي شايل خدمة العملاء ومين اللي بيتعامل مع العميل لو في مشكلة؟ هل مثلا أنت اللي هتتعامل معاه وهترد عليه بعد ما يشتري ولا المنصة هي اللي هتتعامل معاه؟ لو أنت يبقى لازم تكون جاهز للضغط والرد في أي وقت، وتكون عارف إنك هتتعامل مع الشكاوي والمرتجعات، فلازم تبقى مجهز نفسك لده وتعرف هترد إزاي على العميل. لكن لو المنصة هي اللي شايلة خدمة العملاء لازم تتأكد إن فعلا المنصة دي بتحل المشكلة مع العميل، مش بس مجرد إن هي بتسجل شكاوي وخلاص وتقول له خلاص هنتواصل معاك. وحاول دايما إنك تخلي اختيارك للمنصة يكون متوافق مع وقتك وطبيعة شغلك مش بس مع أرباحك. طيب تعالوا دلوقتي بقى نخش على الجزء العملي بتاعنا ونشوف مع بعض افضل منصات الدروب شيبنج الموجوده دلوقتي في السوق المصري، وكمان هنفتح عليها اكونتات مع بعض ونتكلم عنها شويه بشكل عملي ونعرف ايه هي مميزات وعيوب كل منصه. ويا ريت لو في حد اشتغل مع منصه غير اللي انا هتكلم عليهم دلوقتي وشايف ان هي منصه كويسه، يا ريت يرشحها لنا في الكومنتات عشان الكل يستفيد ونعرف ايه هي المنصه دي ونبدا نجربها ونشتغل عليها. يمكن تكون منصه كويسه، لان طبعا زي ما انتم عارفين السوق المصري كل شويه بيطلع فيه منصات جديده وفي منصات كتير جدا جدا. فاي حد يكون اتعامل مع منصه وشايف ان هي منصه كويسه وممكن ان احنا نتعامل معاها ونحقق معاها ارباح واسعارها كويسه بناء على الشروط والحاجات اللي احنا قلناها، يا ريت يرشحها لنا في الكومنتات. طيب تعالوا بقى نروح دلوقتي على الجزء العملي في الكمبيوتر بتاعنا. طيب تعالوا كمان قبل ما نروح لجهاز الكمبيوتر ونبدا بشكل عملي نعرف ايه هي مميزات وعيوب كل منصه من المنصات اللي احنا نشتغل عليها ونبدا نفتح عليها اكونتات على الكمبيوتر بتاعنا دلوقتي مع بعض. لكن نعرف ايه هي الاول المنصات اللي احنا هنشتغل عليها ومميزات وعيوب كل منصه. عندنا اول افلييت هنشتغل عليه هو افلييت انجزني، طبعا طبقا للاقدميه، لان افلييت انجزني من اول منصات الدروب شيبنج اللي اشتغلت وبدات في مصر، فهو ما شاء الله شغال من فتره كبيره جدا جدا ومن اوائل، ويمكن هو يكون هو حتى اول منصه اشتغلت في الدروب شيبنج، مش عارف هو ولا تاجر، بس حد منهم هما الاثنين من اقدم المنصات اللي موجوده يعني. طيب عندنا اول حاجه المميزات، ان في تنوع كبير جدا جدا في منتجات الملابس بجوده متوسطه. هو عنده تنوع كبير جدا جدا في المنتجات، حتى مؤخرا بدا ان هو تقريبا من قبل ما اصور الفيديو دوت بكام يوم كان بدا ان هو ينزل بكثره منتجات ادوات منزليه. وافلييت انجزني مش كل المنتجات بتكون بتاعته، اغلب المنتجات عنده بتكون بتاعه التجار، هو عنده تقريبا عدد قليل من المنتجات اللي هو بتاعته هو اللي مشتريها وهو اللي شغال فيها. دي المعلومه اللي عندي، يعني ممكن تكون معلومه صح او غلط مش هتفرق معانا، لكن هو شغال ما شاء الله عنده تنوع كبير جدا جدا من المنتجات. الاول كانت ملابس بس، دلوقتي بقت ملابس وبقت ادوات منزليه وعنده كمان شوزات، فعنده تنوع كبير جدا جدا. هنفتح دلوقتي المنصه وهنعرف مع بعض ايه المنتجات اللي عنده. تاني حاجة انه عنده استوكات كبيرة جدا جدا وبيجددها بشكل مستمر. من الحاجات اللي انا اشهد لها ان هو عنده منتجات شغالة بقالها سنين والاستوكات بتاعتها ما بتخلصش، هو بيصنعها بشكل دائم لان هي منتجات بتبيع معاه وشغالة معاه وشغالة مع المسوقين، فبتبدأ ان هي تبيع وبتشتغل، فبيبدأ يجددها بارقام كبيرة جدا جدا. فاشتغل وانت مطمن، لان هو اي منتج هيخلص وانت هتدخل تكلمهم تقول لهم انا عايز اجدد الاستوك دوت عشان اشتغل عليه، هم تلقائيا من نفسهم بيبدأوا يجددوا الاستوكات دي.
طيب تالت حاجة إن عندهم سرعة في تحصيل أرباحك بشكل كبير. عندهم ما شاء الله إن هم لو طلبت منهم أي رقم أنت عملته أو أي رقم في العمولة عندك، ما فيش أي حد أدنى للعمولة، أي رقم أنت بتعمله بتقول لهم حولوا لي الرقم دوّة أو حولوا لي الفلوس ديّة، تاني يوم بتتحول في حسابك على طول. فهم ما شاء الله عندهم سرعة كبيرة جدًا، جدًا في النقطة ديّة اللي هي بتاعة تحصيل الأرباح. طيب تعالوا بقى ندخل على العيوب. من العيوب إن المنافسة قوية جدًا، جدًا لكثرة المسوقين على منصة affiliate انجزني. للأسف إن المنصة ديّة زي ما إحنا قلنا من أقدم المنصات، فعليها عدد كبير جدًا، جدًا من المسوقين شغالين عليها، خصوصًا عشان المميزات اللي إحنا قلناها قبل كده، إن هي تنوع كبير واستوكات كبيرة وبيحصلوا فلوسهم بسرعة، فبيقدروا يدوروا رأس المال بسرعة. فمن العيوب عندهم إن هي المنافسة عالية جدًا، جدًا. طيب هنتخطى النقطة دي إزاي؟ من خلال إن أنت هتتابع الكورس بتاعنا، لأن إحنا بنقول لك إزاي تتخطى الحاجات ديّة من خلال تميزك في المجال، بإن أنت تعمل تصميمات مختلفة وبإن أنت تتميز بحاجات كتير طبعًا هنشرحها في الكورس دوّة. فلازم تبقى متابع الكورس دوّة، شُفت الدروس اللي فاتت وهتشوف الدروس اللي جاية، وتعمل اشتراك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصلك أي درس بننزّله. وطبعًا ما تنساش إن أنت تعمل لايك وتسيب لي كومنت في التعليقات وتقول لي إنك جاهز عشان أنزّل لك الدرس الجاي في أسرع وقت. طيب تاني حاجة إن هو عليه ضغط كبير جدًا، جدًا على فريق التأكيدات. للأسف إن زي ما إحنا قلنا العيب الأولاني اللي هم عليه عليه مسوقين كتير جدًا، جدًا، فبيكون في ضغط كبير جدًا، جدًا على فريق التأكيدات، فممكن تلاقيه بيتأخر شوية في التأكيد. فأهم حاجة عشان تنجح على المنصة دي إنك تكون زنان، كل شوية تكلمهم، ليه الأوردر ده ما اتأكدش؟ ليه الأوردر ده ما حدش اتصل بيه؟ ليه كذا؟ هيقولوا لك مثلًا إن إحنا لسه ما عداش عليه 24 ساعة، إحنا لسه يا فندم شغالين في التأكيدات. افضل زن وخليك، أنا آسف في الكلمة يعني، خليك تنح أو خليك رخم لحد ما يبدأ يأكد الأوردر بتاعك ويهتم بيك ويعرف إن أنت بتزن على شغلك فيبدأ يشتغل. وده هيكون في أي منصة عمومًا، مش في منصة affiliate انجزني بس، أي منصة خليك دايمًا زنان وابدأ اسأل كتير وابدأ اشتغل عليهم كتير، إن أنت تقول لهم كل شوية ليه ده ما اتأكدش، ده ليه ده ما اتبعتش، ليه ده إيه مشكلته، ليه الأوردر ده ما اتسلمش. تبدأ لو تقدر إن أنت تكلم العميل كلمه. كل الحاجات دي هتبقى سبب في نجاحك. طيب إحنا قلنا ضغط كبير على فريق التأكيدات فبيأخر شوية في عملية التأكيد. طيب دي كده كانت مميزات وعيوب منصة affiliate انجزني. تعالوا نخش على تاني منصة معانا وهي affiliate vendor. طيب فيندور عنده تنوع كبير جدًا، جدًا في منتجات الأحذية والملابس. من مميزات منصة فيندور إن هي ما شاء الله بتتعامل مع مصانع، فعندها استوكات تقدر تقول مفتوحة ما بتتقفلش، لأنه مصنع، فالمصنع دايمًا بيكون عنده كميات، فبيكون عنده تنوع كبير جدًا، جدًا في منتجات الملابس والأحذية. طيب عنده طبعًا زي ما قُلنا تاني ميزة وهي إنه عنده استوكات كبيرة جدًا، جدًا، لأنه بيتعامل مع مصانع فتقدر تعتبرها استوكات مفتوحة. طيب عنده نسبة تسليمات عالية جدًا، جدًا بسبب جودة منتجاته. زي ما قُلت لكم إن هو منتجاته أنا يعني خير شاهد على موضوع جودة المنتجات. التيشيرت ده أنا جايبه من عندهم من سنة تقريبًا أو من أكتر من سنة. كنت باجرّب الموضوع إني أطلب order وباشوف هل المنتج هيعجبني والّا مش هيعجبني وأعمل له مرتجع. فالصراحة إن التيشيرتات خامتها كويسة جدًا، جدًا وعجبتني، فاستلمتها واتعاملت معاهم وكان التعامل معاهم كويس جدًا، جدًا في موضوع الخامة، إن هي نسبة التسليمات عندهم فعلًا عالية جدًا، جدًا بسبب جودة خامتهم. طيب عندهم كمان اهتمام بالعميل لتقفيل عملية البيع. هم كل شوية للأسف أو مش للأسف دي حاجة كويسة إن هم بيفضلوا يتصلوا بالعميل أكتر من مرة عشان يوصلوا له وبيهتموا بيه. ولو مثلًا العميل مش عايز يستلم عشان حاجة معينة وأنت حاطط العمولة بتاعتك عالية شوية، بيبدأوا ممكن إن هم يقللوا في العمولة، يبدأوا يشوفوا إيه مشكلة العميل، طب ليه مش عايز يستلم، يبدأوا يحلوا معاه. فدي من الحاجات الكويسة جدًا، جدًا عندهم، إن هم بيهتموا بالعميل وبيهتموا إن هم يقفلوا المبيعة. فبالتالي مصلحة ليك أنت إن نسبة التسليمات هتبقى كويسة، هتفرق معاك في الأرباح. طيب تعالوا بقى نروح للعيوب. من العيوب إن هو أول عيب وأخطر عيب وده الناس كلها بتشتكي منه، وهو تأخر تحويل الفلوس. ممكن يبعت لك مرة كل شهر. للأسف هو في الأول ومجرد ما أنت بتتعامل معاه في البداية لو ميزانيتك قليلة، المنصة دي مش هتبقى مناسبة ليك خالص، خالص. ليه بقى؟ لأن زي ما قلنا أسعارهم بتكون عالية جدًا، لأن جودتهم عالية طبعًا، الجودة بتاعتهم عالية، فأسعار المنتجات بتكون عالية شوية. لكن هي مناسبة طبعًا للجودة، ما أقصدش إن هي عالية، لكن أقصد عالية بمعنى إن هي سعرها غالي طبقًا للقيمة اللي هو بيقدمها. وعلى فكرة ده بيبقى كويس جدًا، جدًا مع العميل، والناس بتحب كده، بتقول لك أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أدفع أعلى بس اديني حاجة محترمة. فالمنصة دي هتكون مناسبة ليه، لكن مش هتكون مناسبة ليك أنت لو أنت لسه مبتدئ والميزانية بتاعتك قليلة، لأن هم زي ما قلنا بيأخروا تحويل الفلوس، ممكن يبعتوها مرة مثلًا كل شهر. فده
كتير جدا جدا، لان انت دوره راس المال بتاعك لو قليله مش هتقدر ان انت تخليها تعمل دوره راس مال كبيره فتبدا ترجع لك بربح وتدخلها تاني في اعلانات فترجع لك بربح اكبر. فلو انت ميزانيتك قليله المنصه دي مش هتبقى مناسبه ليك. طيب تاني حاجه ان هم عندهم حد ادنى في التحويل 1000 جنيه. لو انت عملت على المنصه دي عدد اوردرات قليله وفيها فلوس قليله مش هيحولوا لك فلوسك، لان هم اقل حاجه بيحولوها هي 1000 جنيه. طيب والعيب الثالث ان الاوردرات بتخرج من المصنع نفسها مش بتخرج من المخزن. طب ده عيب ليه؟ انا كده المفروض ان انا هيبقى عندي استوكات مفتوحه فاقدر ان انا ابيع براحتي. لا، ده عيب، لان ممكن لو العميل طلب منك انت شغال على المنصه، لو انتوا تفتكروا في فيديو قبل كده بس مش في الكورس ده لكن فيديو على القناه كنا قلنا ان انت اشتغل مع منصه واحده بس، وده بسبب ان انت لو اشتغلت مع اكتر من منصه والعميل بدا يدخل ويحس ان ويطلب منك مثلا كذا اوردر من كذا افلييت مختلف، لما تيجي تسجل انت الاوردرات بتاعته المفروض ان هم بدورهم هيتصلوا بالعميل عشان ياكدوا معاه الاوردرات. فتخيل مثلا ان انت عميل طلبت من موقع واحد 4 أو 5 منتجات، فبدا يتصل بيك 5 اشخاص مختلفين بياكدوا معاك الاوردر، وده يقول لك لا يا فندم اصل الاوردر ده مش المنتج ده مش موجود، وبعدين الثاني يقول لك لا يا فندم اصل المنتج ده مش موجود. فانت العميل بيبدا يتروش يقول لك يا عم انا طالب من صفحه واحده، ايه اللي يخليني في 5 بيتصلوا بيا ويبداوا يقولوا لي كل واحد يقول لي كلام غير الثاني، فبيبدا يقلق ويحس ان انت نصاب فبيلغي الاوردرات كلها. فدي طبعا من المشاكل. فطبعا من المشكله هنا طبعا هو بيحل موضوع التاكيدات ده ان هو بيتصل بالعميل وبياكد، هو شخص واحد بس اللي بياكد، لكن الاوردر بيوصل له على 5 أو 6 مرات، لانه بيوصل له مثلا من لو هو طلب 5 منتجات من عندك والخمس منتجات من نفس الافiliate اللي هو فيندور، لكن بيجي من 5 مصانع، فبيبدا يتبعت من 5 مصانع مختلفه ب5 شحنات مختلفه، وهو طبعا ما بيحملش العميل الشحن ده لكن بيحمله عليك انت كمسوق طبعا بالاتفاق. فانت بتبقى عامل حسابك في حاجه زي كده، ان العميل لو طلب منك انك تبقى عامل حسابك ان هو هيروح له في كذا شحنه مختلفه، فده بيحمل عليك شويه اكتر ان انت بتدفع مصاريف الشحن اكتر من مره. طيب ده بالنسبه لافلييت فيندور. تعالوا نروح لثالث افلييت وهو افلييت صفقه. من مميزات افلييت صفقه ان هو عنده تنوع منتجات كبير جدا جدا في الادوات المنزليه، هو مركز على الادوات المنزليه وشويه الميديكال، فهتلاقي عنده تنوع كبير جدا جدا وعنده ما شاء الله عدد منتجات كبير جدا جدا. يعني اعتقد ان هو هنفتح مع بعض دلوقتي ونشوف معديين ال 240 او 250 منتج، وكلهم ما شاء الله. دي تاني ميزه عندنا وهو ان عنده استوكات كبيره جدا جدا وبتكون متجدده بشكل مستمر. يعني من الحاجات المهمه جدا جدا في افلييت صفقه، وانا بنفسي شغال على افلييت صفقه وشاهد على الكلام ده، ان انت اي منتج بتشتغل عليه بمجرد ما يقل عدده عن 50 مثلا، عدد الاستوك او المخزون عن 50، بتبص تلاقيه تلقائيا بيتجدد وبيزيد تاني. فعندهم التجديد بصراحه بشكل مستمر ودايما عندهم استوكات كبيره من المنتجات، فما تقلقش من الحته دي خالص وانت شغال معاهم. طيب ثالث حاجه وهي انه عندهم سرعه في عمليه التاكيدات. صراحه ان اي اوردر عندهم مهما كان عدد المنافسين كتير ومهما كان عدد المسوقين كبير، عندهم فريق تاكيدات الاوردر حرفيا ما بيعديش 24 ساعه الا ما بيكونوا متصلين مره واثنين وثلاثه ومأكدين الاوردرات. بيعملوا اب سيل فبيزود عمولتك. من حاجات يعني هي حاجات كويسه ومش كويسه في نفس الوقت، لكن هي انا شايفها ميزه اكبر ان هم بيعملوا اب سيل. يعني ايه اب سيل؟ يعني انت خلاص العميل بيجي يشتري منك المنتج اللي انت بتبيعه له، هم في خلال التاكيد وهم بيكلموا العميل بيقولوا له طب احنا، هو خلاص اشترى ووافق على عمليه الشراء، فبيقولوا له ان احنا عندنا منتج تاني بيبقى منتج طبعا في حدود 100 جنيه مثلا او 120 جنيه، احنا عندنا المنتج ده فعايزين ان احنا نبعته لك بنص ثمن الاوردر. هو طبعا ما بيبقاش بالنص ولا حاجه، ده يعني ده كلام بيتقال ان احنا نبعته لك بالنص، لكن هم بيبعتوه بالسعر اللي موجود على المنصه اللي هم حاطينه، فبيبداوا ينزلوا لك عموله من 10 ل 15 جنيه. فانت هنا هم طبعا دي حاجه كويسه ان هو بيزود لك عمولتك، يعني بيزود لك عمولتك بس بيزودها لك ايه 10 15 جنيه. طب ما ليه انت ما تعملش كده وتحط بدل ما انت بتبيع الحاجه ب 100 جنيه تبيعها مثلا ب 150 فتبقى عمولتك 40 تبقى عمولتك 50 جنيه، ودي هتبقى حاجه زياده عن ان انت بتعملها. لكن لو انت ما بتعملهاش فهي طبعا كويسه ان هم اللي بيعملوها لك وبيبداوا يزودوا لك عمولتك من 10 ل 15 جنيه. مع الوقت ومع شغلك الكتير ومع كثره عدد الاوردرات بتبص تلاقي ان هي ميزه كويسه ان انت مثلا بيجي لك في اليوم مثلا لو انت عامل 10 اوردرات في 10 جنيه او في 15 جنيه من 100 ل 150 جنيه،
فدي بتبقى جايه لك زياده على عمولتك وانت ما عملتش فيها حاجه، انت بايع منتج معين وراضي بالعموله الاولانيه، فدي بتزود لك عمولتك. فعشان كده قلت لك هي ميزه وعيب، ان انت ممكن انت اللي تعمل الابسيل ده، بس انت لو ما عملتوش لا هم بيزودوا لك، ففلوس جايه لك برده زياده على المنتج اللي انت عامله وزياده على العموله والربح اللي انت حاطه على المنتج الاساسي بتاعك. طيب تعالوا نروح على العيوب بتاعتهم. العيوب ان اسعارهم غاليه نسبيا، وبقول غاليه نسبيا ان هي مش غاليه قوي، لان احنا دلوقتي لما نفتح وهنشوف مع بعض منتجات الادوات المنزليه عندهم وعند مثلا منصه، طبعا احنا مش هنشتغل عليها، منصه تاجر او منصه غير منصه تاجر، منصه ويكي او منصه حتى تايم هاند، الحاجات دي احنا مش هنفتحها، لكن اللي عايز منكم يشوف يبدا يقارن، هتلاقي في منتجات ادوات منزليه موجوده في المنصه دي وموجوده في بعض المنصات الثانيه، هتلاقي ان الاسعار في المنصات الثانيه اغلى بكتير جدا جدا. فعشان كده قلت لك ان هي اسعارهم غاليه نسبيا، لكن هي اسعارهم غاليه طبعا غاليه، وكمان لان انا عارف الجمله، اسعار الجمله بتاعت المنتجات دي، فعارف هم بيحطوا كام، فهم يعني هم مش هم بس، اغلب المنتجات بتحط مثلا في المتوسط من 100 ل 150 جنيه، هم عندهم منتجات بتزيد عن 250 جنيه بيحطوا عليها عموله، بيرجعوا بعد كده بيقللوها لما الناس بتبدا تشتكي وتكلمهم ان سعر المنتج ده غالي قوي طبقا للسوق، فبيبداوا يقللوها. لكن هم بيبداوا، لو انت مش عارف وشغال هتبص تلاقي نفسك بتبيع سعر المنتج غالي جدا جدا، لما هم يحطوا 200 او 250 جنيه وانت تحط عموله 200 او 250 جنيه، يبقى انت زودت على سعر المنتج 500 جنيه، فبيبقى كتير جدا جدا، لان انت بيبقى عندك ناس تانية شغاله اي كوميرس هي اللي بتشتري المنتج وتبيعه، فبيبقوا ارخص منك بكتير، فده بيقلل للاسف من نسبه التسليم وبيعمل نسبه مرتجعات عاليه عندك. طيب من الحاجة التانية من العيوب عندهم برضو ان المنافسة عالية جدا جدا، فلازم تتميز، لو ما تميزتش مش هتبقى يعني مش هتعرف تبيع ومش هتعرف تحقق اوردرات وارباح كبيرة جدا جدا، لان هم ما شاء الله عندهم، يعني انا شايف ان افلييت صفقة في الوقت الحالي يعتبر من افضل المنصات الافلييت اللي شغالة في السوق المصري، بيزودوا كل يوم، بيزيد عندهم مسوقين وبيزيد عندهم المنافسة اكتر واكتر، فلازم تتميز عشان تعرف تبيع في وسط المنافسين ووسط المسوقين دول. طيب عندنا الافلييت اللي بعد كده وهو افلييت تمني. افلييت تمني انا ما اشتغلتش عليه بشكل كبير يخليني احكم على مميزاته وعيوبه، لكن انا حطيته معانا لانه سمعته كويسه في السوق ومنتجاته كمان كويسه، وعنده نيتش، هو شغال في نيتش مميز ومختلف اللي هو الملابس الحريمي او النسائي، فهنبدا نفتحه مع بعض. انا حطيته لكم معانا برضو ان هو من افضل المنصات الافلييت لان سمعته كويسه في السوق. هنبدا نفتحه ونشوف المنتجات اللي عليه ونشرحه برضو من ضمن الافلييتات اللي انا جايبها لك، لكن ما اقدرش احكم عليه مميزات وعيوب ايه، فاللي يعرف مميزات وعيوب وعايز يكتبها لنا في الكومنتات يا ريت يكتبها، اللي عايز يجرب ويقول لنا يا ريت يجرب، واحنا ممكن برضو نبقى نجرب مع بعض بشكل عملي ونشوف هنعمل ايه في المنتجات بتاعته. طيب الافلييت اللي بعد كده وهو افلييت بروف. افلييت بروف من المميزات بتاعته انه عنده تنوع كبير جدا جدا في منتجات الخاصه بالاحذيه، دي ميزه كبيره جدا جدا ان هو متخصص في نيتش الاحذيه بشكل كبير جدا جدا، تقريبا ما حدش متخصص بالشكل دوت غير فيندور، وفيندور زي ما احنا قلنا شغال في براندات او شغال في حاجات خاماتها كويسه فاسعاره عاليه، فانت لو عايز حاجات اسعارها قليله شويه وشعبيه وشغاله في السوق بشكل كبير وبشكل مستمر، هتلاقي ان افلييت بروف مهتم جدا جدا بالاحذيه ومش شغال اصلا غير في الاحذيه، فميزه كويسه جدا جدا، وكمان عنده تنوع كبير جدا جدا في الستايلات بتاعه الشوزات. طيب كمان زي ما قلنا انه عنده استوكات كبيره جدا جدا وبتتجدد برضه بشكل مستمر، فما تقلقش وانت شغال معاه على الاستوكات. كمان اسعاره معقوله، يعني انا شايفه اسعاره بالنسبه للمنتجات اللي عنده، منتجات الشوزات، اسعاره بالنسبه للسوق زي ما قلنا ان هو عنده حاجات كويسه وعنده حاجات شعبيه وعنده مختلف المنتجات، فهتلاقي فيه اسعاره مناسبه لاي حد عايز يشتغل في اي طبقه هو عايز يشتغل عليها. طيب كمان عنده انه تحويلاته ما شاء الله سريعه جدا جدا، برضه ما بيتاخرش في التحويلات وما عندوش حد ادنى، فبيبعت لك الفلوس بسرعه جدا جدا. طيب هنيجي بقى على العيوب، وهو عندهم عيب واحد ان هم بيشتغلوا اعلانات على منتجاتهم، فانت يعتبر بتنافس المنصه نفسها. للاسف هو ممكن انت مهما كانت ميزانيتك مش هتواكب او مش هتبقى نفس الميزانيه
اللي هم هيصرفوها على المنتجات بتاعتهم، فهم نفسهم عندهم صفحه او صفحات وبيبداوا يسوقوا المنتجات اللي عندهم ديت، فبيبداوا ان هم ما بيحرقوش طبعا على المسوق، يعني ما بينزلوش بسعر اقل منك. زي مثلا عندك في منصه احنا برضو مش هنشتغل عليها، وهي منصه ويكي. منصه ويكي ده تاجر موجود في النزهه الجديده، فهو بيبيع المنتجات اللي عنده ديت وبينافس الناس اللي بتشتغل عنده على الافiliate، لكنه بيبيع كمان باسعار ارخص منهم. طبعا احنا ما قلناش منصه ويكي من ضمن المنصات اللي احنا هنشتغل عليها، لان منصه ويكي فيها عيوب قاتله. يعني انا من وجهه نظري ان بلاش حد مبتدئ او حتى مش مبتدئ يشتغل عليها. مش هنذكر عيوبهم دلوقتي ومش موضوعنا، لكن احنا دلوقتي بنتكلم على منتج، على بروف ان هم بيعملوا نفس الحركه لكنهم ما بيحرقوش، يعني ما بيبيعوش اقل من المنافس، فانت تبقى بتنافس الافيليت نفسه فمش هتقدر تنافسه، فبالنسبه لك هو هيبقى بيحرق عليك المنتج وبيخسرك. افيليت بروف ما بيعملش الحركه دي، هو بينافسك بس ان هو بيسوق زيه زي اي مسوق تاني، لكنه ما بيحرقش عليك المنتج. فده انا شايف العيب الوحيد. المفروض ان هو لو هيبدا يشتغل لنفسه يعمل منتجات برايفت ليه هو بس، ويشتغل عليها بعيد عن المنتجات بتاعت المسوقين ويكسب منها. لكن ان هو بينافس المسوقين بتوعه، دي انا شايفها حاجه مش كويسه قوي يعني. وخلينا برضو نتعامل وبنشوف مع الوقت ايه اللي هيحصل. ممكن ان هم يبداوا يسمعونا ويطوروا في نفسهم او يغيروا من الحاجات اللي احنا قلنا عليها. طيب دول كده 5 منصة افيلييت احنا بنرشحهم ان هم افضل منصات حاليا من وجهة نظرنا موجودة في السوق في الوقت الحالي. لو انت عندك حاجة تاني عايز تضيفها يا ريت تضيفها لنا. تعالوا بقى نروح للجزء العملي بتاعنا على جهاز الكمبيوتر. طيب هنبدأ زي ما انتم شايفين كده، برضو هنبدأ نفتح جوجل مع بعض وهنبدأ نكتب افيلييت. افيلييت انجزني، اتفضل، ونفتح افيلييت انجزني ونعمل علامة تبويب جديدة ونكتب افيلييت فيندور، ونفتح افيلييت فيندور ونبدأ نفتح علامة تبويب جديدة ونكتب افيلييت. قلنا الافيلييت التالت وهو صفقة، افيلييت صفقة، ونضغط انتر ونفتح افيلييت صفقة. واخر 2 افيلييت تمني، افيلييت تمني ونضغط انتر ونفتح تمني. واخر حاجة وهي افيلييت بروف، افيلييت بروف. دول كده ال5 افيلييت اللي عندنا. هنبدأ نفتح انجزني ونبدأ بانجزني. هنعمل سجل الآن كمسوق، وهتبدأ تدخل هنا اسمك كامل، عربي أو إنجليزي مش هتفرق. هتدخل هنا رقم تليفونك، هنا هتدخل الإيميل. تعالوا نجيب الإيميل ده، جيميل. نبدأ نخش على إنجزني تاني، نحط الإيميل. الباسورد هتعمل أي باسورد. تعالوا نكتب الباسورد. ستور نيم، لو انت عايز تسجل النيم بتاعك بأي اسم معين ممكن ما تسجلوش. تعالوا بس نكتب رقم التليفون. نعمل سبميت. هيقول لك ان احنا هنا بعتنا على الايميل رقم يا ريت تجيبه. هتروح تفتح الايميل تاني، هتلاقي هنا تفعيل حساب انجزني اهو. هتاخد الرقم ده كوبي وتروح هنا وتحطه بيست. كده فتحنا افيلييت انجزني اهو. كده احنا عندنا حساب في افيلييت انجزني. تعالوا بقى، دي لوحة التحكم بتاعتك
بص هنا دي لوحة التحكم، دي اللي بتظهر لك انت عندك رصيد كام، اجمالي كام، اجمالي الطلبات اللي انت عملتها كام اوردر، عندك رصيد متعلق ان هو لسه ما حصلهوش من شركة الشحن، هو اتسلم لكن لسه ما اتحصلش من شركة الشحن كام، وعندك الرصيد المتاح اللي انت تقدر تسحبه بيكون في الخانة ديت، فبتبدأ تسحب الرصيد بتاعك. هنا طبعا دي منتجات موصي بيها، لكن طبعا ما تعتمدش على الكلام اللي هو بيقوله دوت. هتروح جاي هنا داخل على جميع المنتجات، جميع المنتجات. هنا بتلاقي عندك في افلييت انجزني هنا زي ما انت شايف كده، دي جميع المنتجات اللي هو شغال عليها. بصوا زي ما بقول لكم، هو المنتجات دي لسه نازله جديد، اللي هي الساعات الحريمي ديت هو لسه منزلها بقاله كام يوم. بصوا هنا عندك الاستوكات، طبعا دي الساعه ديت 200 موجود في الاستوك، منها 200 في المخزن، دي 500، دي 174. انت متخيل الستوكات كويسه جدا، 160 210 200. وخلي بالك ان لو المنتج حصل عليه سحب، المنتجات الستوكات دي بتبدا تزيد بشكل كويس. يعني عندك ده هنا ده 60، المخزون ده طبعا قليل جدا، خصوصا لو اشتغل عليه منافسه عاليه، فهتلاقي ان المخزون ده بيتحرق بسرعه. لكن لو هو اشتغل وبدا يبقى عليه سحب، هم هيبداوا يجددوه تاني ويبداوا ينزلوا منه استوكات تاني. لكن انت امان ليك ما تشتغلش في الحاجه اللي هي اقل من 100، يعني اقل من الستوك فيها 100 ما تشتغلش. عايز تشتغل وتجرب، طبعا انت كده كده ميزانيتك مش هتبقى كبيره، فمش هتقدر تحرق ال 50 دول في يوم يعني. لكن لو هتشتغل بميزانيه كبيره طبعا ما تشتغلش على الحاجات اللي هي استوكاتها 50 و40 والكلام ده. هم بيبقوا منزلينها حتى، يعني هو بدا ينزل ادوات منزليه بشكل كبير اهو، ما كانش بيعمل كده، كان دايما يعني كان مركز شويه في الملابس، فبدا ينزل منتجات منزليه بشكل كبير. فواضح ان هو منزل ايه 50 50 50، هو بيتست السوق وبيشوف المجال ده هيشتغل معاه ولا لا تقريبا، فمنزل منتجات بستوك قليل، لكن يقدر يزودها، هيقدر طبعا ان هو يزود الاستوكات ديت لو في حاجه اشتغلت معاه بشكل كويس. طيب من الحاجات اللي انا كنت بقولها لكم بقى ان افلييت صفقه والكلام ده، ركزوا على المنتج ده اللي هو ركنه الحمام دي. هو هنا حاططها لك ب 535 وعامل لك فيها عموله 70 جنيه. يعني احنا لو جينا هنا وقلنا 550 ناقص 70، يعني سعر المنتج 480 جنيه. المنتج ده موجود على افلييت صفقه ب 300 وحاجه، لما نروح عند افلييت صفقه هنشوفه. بس خليكم بس فاكرين المنتج ده اللي هو ركنه الحمام، وهي ب 535 ناقص 70. احنا تقريبا ما كتبناش 535 عشان ما نظلمهمش، بس هنحسب تاني. احنا قلنا 550، 535 ناقص 70 ب 465. طيب تعالوا كده نكمل. دي كده منتجات ادوات منزليه زي ما انتم شايفين. لو احنا قلبنا شويه هتلاقي بقى هنا، بص دي الملابس، هو بقى الحاجات اللي هو شغال عليها. بص ده 370، ده هنا كاتب لك متاح، مش كاتب لك الستوك، فده متاح، واضح ان في ايه كميات كبيره. طبعا لو دخلنا على اي منتج فيهم هتلاقي ان الاستوكات ممكن تظهر. يعني تعالى كده اللي مكتوب عليه متاح ده، تعالوا ندخل، اختار طريقه التسعير، اوفر برايس، توتال برايس، مش عارف ده ايه بس يعني اقفله. تعالوا نشوف كده. بصوا كله مكتوب متاح متاح متاح. الطبيعي ان هو بيكتب لك عدد الاستوك من كل حاجه، فواضح ان هم عندهم كميه كبيره من الاستوك ده. فتعالوا نرجع تاني. هنا ده 171، مش عندهم شوزات، عندهم ملابس. بصوا شكلها عامل ازاي، سويت شيرت، هودز، آلات حاسب اهي. هو ميزه انجزني ان هو بيتعامل مع تجار، فاي تاجر عنده منتج عايز يجيبه ويحطه على منصه انجزني بيحطه ايا كان النيتش بتاعه، فهتلاقي فيها استوكات مختلفه ونيتشات مختلفه، فتقدر تشتغل على اي حاجه فيهم. هنا الترنجات من الحاجات اللي هي بتبقى شغاله كويس جدا جدا. يعني بص الاستوك هنا 11، فانا اتوقع ان ده اتحرق بسرعه واشتغل، لان هو عليه زي ما بقول لكم عليهم منافسه عاليه جدا جدا، فشغالين بشكل دائم. فهتلاقي دايما ان الاستوك ده عمال يزيد ويقل ويزيد ويقل بشكل كبير. بصوا هنا ده التيشيرت ده شغال تقريبا بقاله اكتر من سنه او سنتين، وفي 748، فاكيد ايه بيتجدد بشكل مستمر وبيزيد. بصوا هنا ده ترنج تاني، بس هتلاقي مثلا ده مقاسات خاصه اللي هو فوق ال 2 اكس وال 3 اكس وال 4 اكس، ده مقاسات عاديه. فدي عندهم هودز. بتبدا انت بقى تخش، تعالوا بقى ايه نشوف بقى الحاجات دي، منتجات المفضله. لو انت مثلا عايز انت شغال على منتج او منتجين، فبدل ما هتقعد تدور عليهم كل مره، بتدوس على المفضله دي كده، بتيجي هنا في المنتجات المفضله تلاقي ان هي بقت موجوده المنتج ده، بس تبدا تخش تعمل عليه الاوردر بتاعك على طول.
عايز تشيله من المفضله شيله. عندك المنتجات المقترحه، هنا هو بيقترح لك منتجات ان انت تشتغل عليها، ان هي يعني بتجيب اوردرات كويسه وشغاله. انا الصراحه ما بعتمدش عليها قوي، لكن لو انت عايز تبص عليها وتشتغل عليها، بص ده عندهم حاجات زي ما بقول لك في ستوكات عاليه جدا جدا. ده 1092، ده 1101 القميص الجخ ده او الجاكيت الجخ ده من الحاجات برضو اللي شغاله بقى لها اكتر من سنه او سنتين معاهم، وموجود وبيتجدد بشكل مستمر كل موسم. فعندهم شوزات، هو هنا بيرشح لك منتجات ودي المنتجات المفضله. القميص الامريكان ايجل ده برضو موجود بقاله فتره كبيره. بص ستوك 4532، فعندهم حاجات موجوده بستوكات كبيره جدا جدا، ويعتبر زي ما بقول لك ستوكات مفتوحه. طيب هنا حزمه المنتجات ديت مش شغاله. هنا دي بقى الفئات، لو انت عايز تشتغل شوز رجالي، عايز تشتغل دي ادوات منزليه، عايز تشتغل حاجات هيلسي كير اللي هي حاجات الاهتمام بالصحه والكلام ده كله. هو هنا مقسمها لك برضو كاتيجوريز كده معينه، ان انت لو عايز تشتغل في حاجه معينه الساعات انت تبدا تشوف الاقسام اللي عندهم وتبدا تخش عليها. طيب هنا دي عندنا عرض الحزم، سيبك منها، دي الطلبات. لو انت عامل طلبات او حاجه اوردرات وعايز تشوف الاوردرات اللي انت عاملها، عايز تعدل مثلا على اوردر رايح او حاجه يتعدل فيه. اضافات، دي اضافه كده ان هي مساعد ذكي وحاجات كده، سيبك من الكلام ده. تعلم مع انجزني، ان انت لو عايز تخش تشوف ازاي، المفروض ان هم كانوا بيبقوا حاطين فيديوهات بس مش عارف ليه ما ظهرتش. مودريتور، ماليات. هنا لو انت عامل طلب مثلا، لو انت عندك رصيد وعملت اوردرات وعايز تشوف الفلوس اللي انت طلبتها كام، فبيقول لك انت طلبت كام وعمليه السحب كام والكلام ده كله. دي وسيله الدفع، لو انت عايز تختار وسيله دفع معينه، وحاول ان انت تضيف طريقه جديده، تسجل طريقه سحب على طول عشان خاطر مش عارف هو ليه ما بيظهرليش. بس هنا ده اكونت بنك، ده محفظه لو انت عايز تضيف محفظه، ده لو انت عايز تستلم فلوسك كاش. طبعا انت كله هيختار محفظه، وهتضيف هنا اسمك وهتضيف رقم المحفظه بتاعتك، وهتضيف هنا ان هو فودافون كاش ولا اورنج كاش ولا اتصالات ولا وي باي ولا ايه، اي محفظه من المحافظ هتبدا تضيفها وتبدا تضيف الرقم هنا. اول ما تعمل الاكونت بتاعك ابدا ضيف الرقم، لان بياخدوا يوم او يومين مثلا تاكيد على ما بيبداوا ياكدوا الرقم بتاعك، وبيبدا ان هو يبعت لك. فانت عشان ما تاخدش وقت في عمليه السحب، اول حاجه تعملها ابدا سجل رقمك على طول حتى لو ما عندكش عمليات سحب، وتعمل له حفظ وهم يراجعوه ويقول لك تمام والدنيا كويسه. فهتبدا بعد كده. هنا بقى بيظهر عندك الاوردرات اللي اكتملت، وهنا اللي قضى الانتظار، وهنا المرتجع، وهنا تعليق الطلب. لو انت عندك مثلا حاجه متعلقه تعليق الطلب دوت، فبتبدا تضغط عليها وبتبدا تخش بتلاقي الاوردرات او الطلبات بتاعتك هنا، بتشوف الطلب متعلق ليه، او مثلا ان العميل طالب حاجه معينه او عايزك تتواصل معاه، فبتبدا تشوف ايه السبب اللي هم كاتبينه لك، وبتبدا تدخل وتشوف هو ليه معلق الطلب، وبتبدا ترجع تفعله مره تانية عشان الطلب او الاوردر يوصل للعميل. دي كده منصه انجزني، ودي المنتجات اللي موجوده عليها. بتعمل فيها زي ما قلنا، بتعمل اوردر بكل سهوله وبكل طريقه بسيطه، وزي ما عملناها كده مع بعض، ان انت بس بتدخل بياناتك وبتفتح الاوردر على طول. بتبدا تخش بقى، تعالوا كده ناخد اي منتج من دول، وليكن المنتج ده عايزين مثلا نسجل اوردر. بتخش مثلا انت عندك الساعات ديت في منها الوان اسود، ابيض، زيتي، ذهبي. بتبدا تسجل وتشوف انت عايز تختار انهي لون، عايز منها 1 أو 2 أو 3، او هتختار الكميه المطلوبه منك. طبعا انت لو في اكتر من عميل بتسجل كل اوردر لوحده، يعني مثلا ما تقولش مثلا في 2 عملاء عايزين ساعتين فاعملها ساعتين، لا، كل واحد بتسجل لوحده. وبتبدا هنا تعمل له اضافه للسله او اطلب الان. ليه ممكن تعمل اضافه الى السله او تطلب الان؟ لان انت لو شغال مثلا على منتجين او 3 بتبدا تعمل اضافه للسله، هنا بيبدا يضاف للسله، فبيبدا ان هو يروح تطلع وتضيف المنتج الثاني، وتبدا بيبقوا المنتجين مثلا موجودين في السله، فتبدا تعملهم لنفس العميل اوردرين مختلفين او منتجين مختلفين. لكن لو هو ما فيش منتجات مختلفه، بتبدا ان انت خلاص حددت اللون وحددت الكميه، وبتبدا هنا تكتب السعر بتاعك. يعني انا مثلا دي هي بسعر 325، لا انا ابيعها ب 600 جنيه مثلا، او انا بايعها ب 600 جنيه والعميل طلب مني. فهتبدا ان انت تطلب الان، تبدا هنا تكتب اسم العميل، وهتبدا هنا تكتب رقم تليفونه، اسف، وهتبدا هنا ان انت تكتب رقم تليفونه، وهتبدا هنا تختار المدينه بتاعته، هو من القاهره ولا منين، وتكتب هنا المنطقه اللي هو منها، وهتبدا تكتب مثلا عنوانه بقى بالتفصيل اللي هو كاتبه لك العميل. لو في ملاحظه انت عايز تضيفها عند الشحن بتضيف الملاحظه هنا،
وهنا ده لو انت عايز تضيف المتجر بتاعك، لو انت ما عندكش متجر هل تأكدت من هذا الطلب. هنا بقى هم عاملين ميزه تانية، ان انت ممكن انت تبقى خلاص انت متاكد من الطلب ومأكده انت مع عميلك وانت بتتصل وبتاكد طلباتك، فعشان تبقى عمليه الشحن اسرع بتقول له انا اكدت الطلب مع العميل ومتاكد من عنوانه ومتاكد ان هو عايز الاوردر، فابعت الاوردر على طول. لو انت لا مش متاكد وبتاخد الاوردر زي ما هو وتضيفه على طول وما بتاكدش مع العميل، لا قول له انا ما بضيفش، وهو هياكد هو الطلب وهيتاكد من العنوان ويتاكد من ان العميل عايز الاوردر ويبدا يشحنه. بعد كده بتيجي تكتب هنا اكمال الطلب، بيبدا ان هو يتسجل عندهم ويبداوا هم ياكدوه مع العميل ويبداوا يشحنوه على طول. وطبعا لما بيتسلم بيبدا ينزل لك العموله بتاعتك. دي كده كانت منصه انجزني. طيب تعالوا بقى نروح على منصه فيندور. منصه فيندور نفس الكلام، احنا دلوقتي عايزين نسجل، احنا ما عندناش اكونت عليها، فهنبدا نسجل. هتكتب مستر فلان اي حاجه، وهنا تكتب اسمك واسم العيله برضو اي حاجه، الايميل اللي احنا كنا كاتبينه هنا هو نفس الايميل. فهتبدا تكتب هنا رقم تليفونك اهو. تاريخ الميلاد هتبدا تكتب تاريخ ميلادك 20/03 1989. وهنا تختار برضو محافظتك وهتختار المدينة اللي انت منها ايا كانت، وهتكتب برضو عنوانك هنا اي كلام برضو مش فارقة. وهنا تكتب كلمة المرور بتاعتك، وهنا نفس الكلام، فهتعيد كلمة المرور تاني وهتكتب تعمل تأكيد. هيقول لك في خطأ في البيانات لأن احنا سجلنا أي كلام. ماشي، تعالوا نشوف الخطأ فين في البيانات. العنوان دوت هنكتب مثلا أي عنوان. طيب تقريبا انا كنت عامل بالرقم دوت قبل كده اكونت، تعالوا كده نشوف. لا والله تكمل اهو، انا كنت عامل بيه اكونت تقريبا، بس خلينا نشوف. حفظ بيقول لك قيمه الهاتف مستخدمه من قبل، فانا فعلا كنت عامل بيه اكونت قبل كده، بس هو نفس الكلام كده، انت بتملى البيانات زي ما هي كده وبتبدا ان انت تسجل. انا اعمل تسجيل دخول على طول لان الرقم ده متسجل قبل كده عندهم. ونعمل تسجيل الدخول. كلمة المرور غلط. تمام كده فتح اهوت. انا كنت فعلا كان عندي مشكله في الرقم الاساسي بتاعي، وكنت فاتح عندهم اكونت على الاكونت تاني بالرقم دوت، وحتى ما اشتغلتش عليه زي ما انتم شايفين كله صفار، لان كان في حصل بيني وما بينهم كده كراش خفيف كده، وكنا اختلفنا وهم راحوا قافلين لي الاكونت بتاعي الرئيسي، فعملت اكونت بالرقم ده يعني، وبعد كده المشكله اتحلت وفتحنا الاكونت الرئيسي فما اشتغلتش بالاكونت ده. طيب بتيجي هنا طبعا دي لوحه التحكم اللي احنا فيها ديت موجوده، ان انت بتشوف بقى فلوسك وتشوف الحاجات الاوردرات اللي انت عملتها والكلام ده كله. لو انت دوست على لوحه التحكم هنا بتشوف الاوردرات، هنا بتشوف الاحصاءات، ان انت مثلا عملت كام اوردر، في كام واحد قضى الانتظار، في كام واحد متاكد، في كام واحد في الشحن. هنا بيديك تقارير، لو انت عندك اوردرات بيبدا يديك التقارير بتاعتك. تقارير اكسل، لو انت عايز تطلع تقرير اكسل بص طلع لي تقرير اكسل على طول، بس طبعا لو دخلنا فيها هنلاقيه فاضي، لكن هو بيطلع لك تقرير على طول اكسل بالاوردرات والعملاء اللي انت شغال معاهم وعملتهم. هنا ده احنا دوسنا تقرير اكسل تاني. طلبات تحويل العموله، هنا لو انت عامل اوردر او طلب بتحويل العموله بيتحول من هنا او بتلاقيه موجود هنا. عندك هنا الحسابات. بص ده لا دي الحسابات، ان انت بتسجل انت مثلا عايز فودافون كاش ولا عايز تحويل بنكي ولا عايز تحويل بالبريد. طبعا كله هيشتغل فودافون كاش وده الاقرب ليكم، بتبدا تحط رقمك هنا وتعمل له حفظ. هنا دي التحويلات اللي تمت، هنا عمليات مستحقه الدفع ان هو هيحولها لك او يبعتها لك، هنا اوردرات تحت التحصيل او تحت المراجعه. تمام، دي لو في رسائل جايه لك او في حاجه انبوكس بتلاقيها هنا.
الصفحه الشخصيه بتاعتك لو انت عايز تعدل فيها حاجه. هنا لو انت عايز تضيف مودريتور، لو انت مثلا معاك حد شغال معاك وانت عايز تضيفه هنا بحيث ان هو يبدا يتعامل مع في الاكونت ويبدا ياكد ويبدا يتابع الاوردرات بتاعتك لو شغال معاك حد. وهنا دي المفضله لو انت حاطط حاجه في المفضله. احنا يهمنا برضو هنا اضف اوردر جديد. لو انت عايز تسجل اوردر، ده الموردين ودي المنتجات، هتدوس على جميع المنتجات، ده اللي يهمنا جميع المنتجات. هنا دي طبعا هو زي ما احنا قلنا بيتعامل مع مصانع، فهتلاقي كل المصانع والبراندات بيبقى هو حاططها هنا. هنا شكل المنتجات بيبقى مختلف شويه عن باقي المنصات، فبيبقى حاطط لك المصانع. لو انت عايز تشتغل مع مصنع معين بيبقى حاطط لك اسامي المصانع هنا، فتقدر تخش على المصنع على طول او البراند على طول اللي انت عايز تشتغل معاه. وهنا بيبقى المنتجات، بتبدا بقى تشوف. هو برضو زي ما احنا قلنا من المميزات ان هو بيتعامل مع المصانع، فعنده ستوكات مفتوحه. فبص هتلاقي هنا 287 ستوك، 1404 ستوك، فعنده كميات في الاستوكات ما شاء الله كبيره جدا جدا، وتكاد تكون زي ما قلنا مفتوحه. هنا هو شغال في الاحذيه، شغال في الملابس، شغال هنا ده برفان تقريبا حرير، برفان رجالي. هنا دي شوزات، شباشب، ملابس. بتبدا انت بقى تقلب في المنتجات، ونفس الطريقه بالظبط ان انت عايز تسجل اي اوردر، بتبدا مثلا تخش على اي منتج وتبدا تسجل الاوردر بتاعك. هتلاقي عنده كميه، بص يعني مثلا هنا ما شاء الله لحد 51 صفحه. انت عمال بتقلب في منتجات وشوزات وحاجات بطريقه كبيره جدا جدا. تعالوا بقى نخش على اي اوردر كده، اي منتج وهنعمل منه اوردر مثلا. يعني مثلا ندخل على الشروال ده. بص هنا بتلاقي بقى الشروال هنا اهو، كيلفين كلاين، لينك الميديا، ضمان لمده عام. يعني بص منزلين على البنطلون ضمان لمده سنه. وهم فعلا يعني هم، انا احسب ان هم صادقين يعني في موضوع المنتجات والخامات والضمانات والكلام ده كله يعني. فهنا ده شروال غطس. طبعا ده لينك الميديا، لو انت عايز تنزل صور بتضغط عليه كده بتلاقي فتح لك لينك الميديا بتاعت لينك الميديا بتاعه بتاعت المنتج. هنا دي صور، حاطين صورة بس ولا ايه؟ لا اكيد في اكتر من صورة. شايف هو ليه فتح لي صورة واحدة بس؟ بس تعالوا كده، يعني لو دخلنا على منتج تاني مش عارف ده ليه صورة واحدة بس ليه؟ تعالوا نخش على اي منتج تاني، وليكن مثلا المنتج ده حذاء، لينك الميديا. بص هتلاقوا في ده هم من المميز عندهم ان هم عندهم ميديا كتيره جدا جدا لكل منتج، وبيحطوها كمان باكتر من طريقه عرض. يعني بص سيشن ابيض، سيشن تفاصيل، سيشن طبيعه. تبدا تخش تلاقيه ما شاء الله عامل لك كل حاجه بطريقه عرض مختلفه وبشكل اشكال مختلفه، عشان لو انت مثلا شايف ان في كرييتيف محروق او في عدد كبير شغال عليه او حاجه، تختار من الكرييتيف التاني وتبدا تسجل كرييتيف غيره يعني. دي طبعا المقاسات، وهنا دي الاستوكات من كل مقاس قد ايه. فانت لو عايز تحمل الكتالوج دوت بتبدا تدوس هنا تحميل الكتالوج. لو عايز تعمل اوردر جديد بتدوس اضف اوردر جديد. هنا بتختار بقى ايه نوع الاوردر، هو اوردر جديد ولا اوردر تسليم ولا اوردر استبدال. بتبدا تشوف هو انت عايز تعمله ايه، تكتب اسم العميل هنا، تكتب رقم تليفونه هنا، تكتب لو عنده تليفون تاني تكتبه هنا، محافظته، مدينته، عنوانه بالظبط بالتفصيل، اسم المودريتور. لو انت مثلا زي ما قلنا ان انت ضايف مودريتور هيرد عنك ولا حاجه، فممكن تضيف اسم مودريتور معين هو اللي يتابع الاوردر ده. هنا صفحه العميل على الفيسبوك دي اختياري، لو انت سيبك من الاختياري ده ما تضيفهمش. هنا لو انت عندك ملاحظه مثلا العميل عايز يستلم في وقت معين، عايز يعمل حاجه معينه، بتضيف له الملاحظه هنا. وهنا بتكتب اسم المنتج وخلاص، انت اضف اسم المنتج، هو المنتج موجود هنا اهو. فبتبدا ان انت هنا تعمل مثلا هو هنا ب 590، لا انا مطلعه بسعر اكبر من كده، فبتروح دايس على تغيير السعر دي، وبتقول لك هو بيقول لك هو من رينج 520 لحد 1000 جنيه. ضيف بقى ايه السعر اللي انت حاطه. لو عايز تسعر انت على طول من هنا وتكتب الرقم اهو، اي حاجه مفيش مشكله، وبتعمل له تغيير السعر. بتلاقي ان السعر اتغير هنا وبدا يزود اجمالي السعر بتاع الاوردر. وهنا بيضيف لك العموله بتاعتك وبيبدا يزود لك في العموله. هنا طبعا انت بتختار بقى المقاس واللون والكلام ده كله الاجمالي.
دي تكلفة الشحن بتاعته 60 جنيه. لازم طبعًا لو أنت بتطلّع شحن مجاني لازم تبقى عامل حسابك في تكلفة الشحن دي، وهنا المبلغ الإجمالي الذي يدفعه العميل 850 جنيه، وبتبدأ إن أنت عايز تشحنه دلوقتي والّا تشحنه بعدين. لو أنت هتشحنه في وقت لاحق مثلًا العميل قال لك أنا عايزه الأسبوع الجاي، فبتبدأ هنا تسجل التاريخ الجديد، لأ أنا هاشحن دلوقتي، فخلاص تعلّم على اشحنه الآن وتدوس submit وتبدأ تشحن الأوردر بتاعك. زي ما قُلنا هنا بتلاقي بقى في لوحة التحكم بعد ما الأوردر يتسلم وبتبدأ تتابع وبتبدأ تشوف المنتج ده خرج للشحن والّا وصل فين بالضبط من خلال التقارير ديّة. بيبدأ يقول لك كل حاجة الأوردر وصل لحد فين دلوقتي، وبيبقى جايب لك جرافيك كده إن أنت دلوقتي في مرحلة الشحن، في مرحلة التسليم، في مرحلة التأكيد، في مرحلة إن هو التسليم. بيبدأ يقول لك هو فين بالضبط. بعد ما بتخلّص خالص بترجع على الإحصاءات وتبدأ تشوف عندك كام أوردر جديد، عندك كام أوردر كده الانتظار، عندك كام أوردر جاري العمل عليه، كام أوردر اتسلم، فلوسك قد إيه، دنيتك إيه. فبتبدأ تشوف حساباتك وتبدأ تشوف الأوردرات بتاعتك وتشوف دنيتك وتشوف الفلوس اللي متاحة إن أنت تقدر تحوّلها وتستلمها، وتبدأ تضيف بياناتك وتضيف رقم الفودافون كاش بتاعك وتبدأ تستلم عليه العمولة بتاعتك. طيب دي كده بالنسبة لمنصة فيندور. نيجي بعد كده لصفقة، هنعمل برضو سجل الآن مجانا، وهتيجي هنا وتدخل اسمك، وتيجي هنا تدخل البريد الإلكتروني، رقم التليفون، كلمة المرور، وهتروح مسجل كلمة المرور. ولازم تسجل كلمة مرور يا جماعة تبقى انتوا حافظينها، يعني حاولوا توحدوا مثلا كلمة المرور في حساباتكم كلها، عشان مع كتر الحسابات او مع كثرة الحسابات ما تبداوش تنسوا كلمات المرور اللي انتوا حاطينها لكل صفحة او لكل اللهم صل على النبي، او لكل مثلا منصه افلييت، فتبدا تنسى وما تبقاش فاكر انت كاتب رقم باسورد هنا ايه وهنا ايه، فتبدا الحسابات تروح عليك. هي مش هتروح طبعا، انت تبدا تعمل نسيت كلمه المرور ويبعتوها لك، بس هيبقى موال كبير يعني. هنا انت عايز تسجل كمسوق ولا تاجر. هم في الوقت الحالي اصلا قافلين موضوع التجار، يعني انت لو كلمتهم وقلت لهم انا عندي منتج وعايز ادخله كتاجر في صفقه، هيقول لك لا احنا دلوقتي قافلين للاسف حسابات التجار، ولما نفتحها هنبدا نعلن عنها، فانت هتسجل كمسوق لان انت طبعا ما عندكش منتج، انت عايز تخش تسوق. لو انت عندك في حد موصيك كود التوصيه هنا بتكتبه اختياري، لو انت طبعا في توصيه من حد معين فبتبدا تكتب الكود بتاعه هنا. لو حد عايز يسجل من خلالي ممكن ابقى احط لكم الكود، مش فارقه يعني، ما اعرفش ايه لازمه الكود، بس ايه عايزين تحطوه ماشي، مش عايزين تحطوه مش مشكله، ابقى اكتبه لكم في الوصف بتاع الفيديو يعني. انشاء حساب، هنا بيبعت لك على الايميل على طول برضو، بترجع هنا وبتبدأ تشوف إن صفقة، تعمل ريفريش هتلاقي صفقة بعتت لك رقم ما ظهرش. طيب هنستنى شوية نبدأ نشوف صفقة. هنا بيقول لك قد يصل الرمز في مجلد سبام أحيانا، فتعالوا نشوف مجلد سبام. ادي السبام مظهرش برضه. نجيب all mails، احنا مسجلين الايميل صح، ننادي 106 وهو ده ننادي 106 صح تمام. ليه ما وصلش؟ هو هنا بعد 10 دقايق لو ما وصلش لمدة 10 دقايق هتلاقيه بيقول لك إعادة إرسال الرمز وبيبعته مرة تاني، بس إحنا هنفضل مستنيين لحد ما يبعته. مش عارف هو ليه ما بعتوش، هنشوف دلوقتي. طيب تعالوا نفتح أكونت على منصة تاني لحد ما ده يبعت لنا الرمز اللي هنأكد بيه. فهنخلينا فاتحين ده كده وهنروح نعمل على منصة تمني نكسب وقت لحد ما ده يشوف هيعمل ايه. هنا طبعا احنا ما عندناش حساب، فهنعمل لديك انشاء حساب جديد. هنكتب برضو هنا اسمنا محمد، عربي او انجليزي برضو مش هتفرق، محمد نادي، رقم التليفون، البريد الالكتروني
لا، نروح نجيب البريد الإلكتروني ده كده، كنترول سي كنترول في، كلمة المرور الخاصة بيك، تأكيد كلمة المرور، ونعمل تأكيد. هتلاقي إن هو حولك على صفحة الدخول، فتبدأ تخش بكلمة المرور والبريد اللي أنت كتبته. هتلاقيه فتح معاك على طول من غير أي تأكيدات ومن غير أي حاجة، وفتح لك الصفحة، والموضوع سهل وبسيط أهو. معرفش هنا ليه صفقة لسه ما بعتش، برضو لسه ما بعتش. ماشي، احنا معاه كمان يعني لحد ما نخلص كده. لو ما بعتش هنبدأ نفتح الاكونت بتاعنا الاساسي بقى وخلاص. طيب تعالوا بس نشوف كده. تمنى او تمني، مش عارف بالظبط اسمه ايه، بس هو تقريبا تمنى. هتيجي هنا كده وتبدأ تنزل لتحت على المنتجات. هنا طبعا هو عامل لك التصنيفات. لو انت عايز تفتح ادوات منزليه هتدوس هنا كده، هتلاقيه فتح لك دي الادوات المنزليه اللي موجوده عنده. بص ده احنا طبعا قلنا هنشوفه على صفقه، لكن هو موجود هنا اهو. ده طيب تعالوا نكمل. هنا هتلاقي ان هو بقى ايه، عامل لك مهتم اكتر بالادوات، بالملابس الحريمي. عنده طبعا سويت شيرت وحاجات، عنده ملابس رجالي بس مش هتلاقيها بكثره قوي. هو اكتر اهتماماته هتلاقيها بالحاجات الحريمي. فتعالوا مثلا نخش على اي منتج. هو عدد المنتجات عنده مش كبير، لكنه مهتم بحاجات معينه زي ما قلنا الحاجات الحريمي. تعالوا مثلا نخش على ده كده، توينز قطعتين براند. هو اصلا غير متوفر، ده غير متوفر تقريبا، هو خلص او حاجه مش موجود. طيب تعالوا نخش على منتج غيره. طيب انا في المميزات والعيوب برضو قلت لكم ان انا ما اشتغلتش عليه فايه عندنا بنستكشف مع بعض. هنا ده اسود، بص الكميات بتاعته برضو. هنا الكميه 2، هنا الكميه 4، هنا الكميه 27. يرجى تحديد جميع السمات المطلوبه. بني 22 17. مش عارف صراحة، حاسس ان المنتجات استوكاتها قليلة قوي. يعني الناس بتشكر فيه، بس خلينا نشوف، خلينا ما نحكمش عليه بسرعة برضو. خلينا نبص عليه بس مع بعض كده. تعالوا نمسك الملابس الحريمي بس. تعالوا ندخل على اول حاجة ديت. المفروض بقى ان دي لسه جديدة اهي. كمية 20، كمية 20 20 20. واضح ان ده منتج هم لسه منزلينه جديد عشان رمضان او حاجة. واضح ان حتى شكل العبايات بتاعت رمضان. ده ب 550، عمولة بتاعتك 50. لو انت عايز تزود العمولة زودها. مش عارف صراحة، مش حاسه. حاسس ان الاستوكات بتاعته قليلة جدا جدا. فانا مش فاهم صراحة، ومش عارف ازاي. انا ما اشتغلتش عليه، فمش عارف هو بيتجدد ولا ما بيتجددش. يعني ده انا دخلته معانا كده، قلت بناء على سمعته ان الناس كلها بتشكر فيه في كل الجروبات ان هو ايه، شغال كويس ونسبة تسليماتهم كويسة ودنيتهم كويسة. تعالوا نشوف حاجة رجالي. ما حطليش الكمية اصلا. وهنا ده 6 7 نشرات. اتمنى ده انساه. انا ما اشتغلتش عليه ومش هرشحه. فاللي عايز يشتغل عليه ويجربه يجربه. انا الصراحه ما اشتغلتش عليه. الصفقه ده المفروض ان هو يقول اي حاجه يعني. ده احنا اصلا كل اعتمادنا عليه. طيب لحد دلوقتي برضو صفقه ما بعتش اي حاجه. طيب ماشي، تعالوا نعمل اكونت على بروف. ولو صفقه ما بعتش هضطر ان انا افتح الاكونت الاساسي بتاعي. تسجل الان. لا، ده احنا لازم نسجل الاول، انشاء حساب.
اسم البراند هنا بقى انت بتكتب اسم البراند مش اسمك انت، اكتب اسم البراند، اكتب اي حاجه. انا برضو هعمله محمد نادي عادي. بريد الالكتروني تمام. هنا بيقول لك الاسم التجاري من 3 إلى 16 حرف بالإنجليزية. اكتب يا عم اسمك بالإنجليزية ولا تزعل نفسك. ماشي. كلمة المرور. أعد كلمة المرور. التليفون. وهتيجي هنا سكسس إنشاء حساب. كلمة المرور غير متطابقة ليه كده؟ تاني. نعمل إنشاء حساب. تمام. تم تسجيل الحساب بنجاح. يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بريدك الإلكتروني، فهتقول له تسجيل الدخول. بريد الإلكتروني، هتحط البريد وتكتب كلمة المرور وتدوس تسجيل. هنا بيقول لك الحساب غير مفعل، سيتم مراجعة البيانات والتفعيل خلال 24 ساعة. هنا ممكن تفتح الحساب تاني يوم هتلاقيه فعلا ان هو اتفعل واشتغل خلال 24 ساعة. طيب تعالوا كده نشوف هنا صفقة. ما بعتش حاجة. طيب تعالوا كده نقفل دول ونفتح ده. طيب هنا افلييت بروف طبعا بيفعل لك الحساب خلال 24 ساعه. فانا فتحت لكم حساب تاني كنت انا مفعله قبل كده برضو، ما كنتش اشتغلت عليه بس كنت فتحته قبل كده. فتعالوا نفتحه ونشوف افلييت بروف. طيب افليت صفقه برضو لو هو ما بعتلناش الباسورد وبعد 10 دقائق عملنا له، او ما بعتلناش الاو تي بي اللي احنا هنسجل بيه وبعد 10 دقائق ما بعتوش برضو، هناخد الميل بتاعنا وندخل على الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك ونبدا نبحث نسرش عليها باسم افليت صفقه. يظهر لنا الصفحه بتاعتهم على الفيسبوك، هندخل نكلم الدعم ونقول لهم ان احنا عايزين نفعل الاكونت ده. هيخشوا يفعلوه لنا على طول ويبداوا يشغلوا لنا. هنقول لهم ان الاو تي بي ما بيوصلش، فهيبداوا ان هم يشغلوا لنا الاكونت بتاعنا ويفعلوه لنا ويفتح. هنا افلييت بروف مش عارف ليه مش عايز يفتح هو كمان، او فتح. هنا افلييت بروف، هنا دي الصفحه الرئيسيه بيبقى فيها كل المنتجات. اقفل الكلام ده. فهنا دي بص عندك هنا الكميه من الشوز ديت 1436، سعرها 550 جنيه، عمولتك فيها 150 جنيه. يعني هتشيل 150 جنيه من العموله يبقى سعرك حوالي 400 جنيه. يبقى هنا ده سعر المنتج ده عندنا 400 جنيه. فتبدا انت تسعر على كده وتشوف السعر والعموله المناسبه ليك وتبدا تحطهم. وده ان شاء الله هنقوله في موضوع التسعير للمنتج وازاي بنحط العموله بتاعتنا. بس بص بقى الكميات اللي عندهم 1436، 1473، 2206، ما شاء الله 2685. كميات كبيره جدا جدا. وزي ما انت شايف ان في تنوع في الشوزات وتنوع باشكال كبيره جدا جدا هتناسب كل الاذواق، واللي عايز يشتغل على اي ذوق منهم يبدا يشتغل. فبص ما شاء الله ستوكات كبيره جدا جدا اللي انت عايز تشتغل عليه. منتجات كبيره وهم شغالين احذيه بس مش شغالين حاجه غير هي الشوزات، فهم متخصصين بشكل كبير جدا جدا. فعشان كده انا متوقع ليهم نجاح ما شاء الله كبير جدا جدا. وهم ما شاء الله يعني مسمعين، وبرضه في ناس كتير شغاله معاهم، وفي ناس بدأت معاهم وبعد كده ربنا وسع عليها وبقت تجيب من المصنع مباشر وتبدأ تبيع وتشتغل في الاي كوميرس. وهو ده اللي احنا بنتكلم ان الناس تبدا تعمله. يعني ان انت بعد ما تشتغل وتتعلم وتبدا تشتغل فتره كافيه جدا جدا في افلييت معين وخلاص عرفت ايه الدنيا بتمشي ازاي، تبدا تشتغل لوحدك في وتجيب انت المنتج. هنا مثلا تبدا تختار اللون بتاعك، عايز تخش على اي لون فيهم. تعالى ده هنا ده السعر 550. عندك السعر يشمل العموله، وصف المنتج وخامته. هنا بتاخد الوصف ده عشان لو هتحطه في الموقع بتاعك. هنا عدد القطع المتاحه، وانت عايز مقاس 41 عندك منه متاح 98 قطعه، 42 96 قطعه، 43 88 قطعه.
44 92 قطعه، مقاس 45 92 قطعه. هنا بتزود السعر زي ما احنا قلنا، زي ما انت عايز. لو عايز تزود سعرك وتضيفه بالسعر اللي انت عايزه وهتعمل اضافه للعربه، هيبدا هنا يقول لك ان هنا ده كذا كذا كذا، تمام، اتمام الطلب. هتبدا تحط بيانات العميل هنا وتبدا تسجل الاوردر بتاعك، وبيبدا قسم المتابعه او قسم التاكيدات عندهم ان هم يتصلوا بالعميل وياكدوا معاه الاوردر. هنا دي الصفحه الرئيسيه، المنتجات، هنا الاوردرات لو انت عامل اوردرات. كل تقريبا منصات الافلييت بقى خلاص شبه بعض، انت بتبدا تخش تشوف الاحصاءات، انت طلعت كام اوردر، عملت كام مبيعه، ايه اللي تسلم، ايه اللي ما تسلمش، كلهم خلاص بقوا شبه بعض. بتبدا تدوس على الحاجات ديت وتبدا ايه تشوف نفس الكلام اللي شرحناه. عشان ما نطولش الفيديو ونطول، احنا طولنا قوي اصلا، فعشان ما نطولش اكتر من كده لسه كمان هندخل ونشوف موضوع الصفقه. لسه صفقه لحد دلوقتي. تعالوا نشوف صفقه بعت ولا ما بعتش. هنا صفقه ما بعتش، فزي ما قلت لكم ان انتوا هتبداوا تدخلوا وتبداوا تشوفوا. حتى انه مش سامح لك، لا، عامل اعاده ارسال اهو، عمل اعاده ارسال للرمز. تعالوا نروح نشوف. ما بعتش اي حاجه. طبعا عشان ما نطولش تعالوا نفتح اكونت تاني موجود عندنا، صفقه. هنا دي اول حاجه بيبقى عندك لوحه التحكم، بيبقى فيها عدد الطلبات وطلبات الاسبوع وطلبات الشهر واجمالي الطلبات وارباح تم سحبها واجمالي المبيعات واجمالي الارباح ونسبه التسليم كام ونسبه التاكيدات كام بالظبط. وعندك هنا المنتجات. تعالوا نخش على المنتجات المعروضه. دي كل المنتجات اللي موجوده في صفقه. هنا بيبقى عندهم زي ما بقول لكم كميات واستوكات كويسه جدا جدا. يعني ده عندك ما شاء الله 378 555 455. وعندنا الاستوكات دي بتبقى متجدده بشكل مستمر، يعني على طول بيبقى فيه تجديد في الاستوكات. اي استوك بيبقى عليه سحب وبيخلص بتلاقي ان المنتج اتجدد بشكل مستمر وبينزل على طول. تعالوا نشوف المنتج اللي احنا قلنا خليكم فاكرينه لو انتوا لسه فاكرين مش ناسيين. هم مهتمين اكتر بحاجات الميديكال زي ما بقول لكم والادوات المنزليه، هم تقريبا متخصصين فيها. فاللي عايز يشتغل ادوات منزليه او ميديكال يشتغل في صفقه، اللي عايز يشتغل شوزات يشتغل في بروف، اللي عايز يشتغل ملابس يشتغل في انجزني او فيندور، اللي عايز يشتغل شوزات يشتغل في فيندور او انجزني. بس فيندور احنا قلنا لازم يبقى معاك ميزانيه كبيره. فده طبعا كل الحاجات اللي متاحه قدامنا، واعتقد ان هو كافي جدا جدا ان انت تشتغل على المنصات ديت. دي تقريبا من وجهه نظري برضو زي ما قلنا افضل المنصات اللي موجوده دلوقتي في السوق المصري. هنا دي كده منتجات. تعالوا انا بدور دلوقتي على المنتج اللي انا قلت لكم خليكم فاكرينه بتاع ركنة الحمام، عشان برضو الناس بتقول ان اسعار منتجات صفقة غالية جدا جدا. انا بقول لك ان هي غالية في بعض المنتجات وغالية نسبيا في بعض المنتجات، لكن طبعا هو لازم يحط العمولة بتاعته. وزي ما قلت لكم ان في المعظم بيحط العمولة بتاعته من 100 ل 150 جنيه. ده بالنسبة لكل الافيليتات. يعني انت لو عرفت جملة المنتج هتلاقي ان هو ضايف عليه حوالي من 100 ل 150 جنيه دي زيادة على سعر. طبعا في حاجات بتبقى ضربة اكتر من 150 جنيه وده اللي بنشوفه. انا بحاول اوصل للمنتج اللي هو طبعا دي كلها زي ما انتم شايفين اهي منتجات ادوات منزليه قدامكم تقدروا تختاروا منها. ما شاء الله منتجات كبيره جدا جدا وتنوع كبير واستوكات بتاعتها ما شاء الله كبيره. طب تعالوا بدل ما نقعد نسرش، انتوا خلاص كده يعني احنا بنتفرج مع بعض على المنتجات اهي وبنشوف التنوع في المنتجات. لكن تعالوا عشان ايه لو ما لقيناهاش في الصفحه دي هنبدا نسرش باسم ركنه الحمام. طيب تعالوا كده هنكتب هنا ركنة تاني، ركنة الحمام، ونعمل انتر. طب شيل كلمة ركنة حمام بس اهي ركنة حمام. بصوا هنا بكام سعرها؟ 305 جنيه ومش ضايف عليها اي عموله فمش هنخصم منها عموله. لكن لو انتوا فاكرين على انجزني كانت ب 465 جنيه بعد ما شلنا العموله، وعلى اعتقد تمنى كانت ب 500 جنيه بعد ما شلنا العموله، فهنا 305. لو احنا فرضنا هنا ان انا ما اعرفش جمله المنتج ده كام، بس لو قلنا مثلا ان هو حاطط فيه 100 جنيه هو ب 305، لو هو مضايف عليه 100 جنيه يبقى انت عندك جملته 205. 205 في تمنى ضايفين 300 جنيه عموله.
او مكسب ليهم هم مش ليك انت، ليهم هم 300 جنيه. فده رقم كبير جدا جدا، لو انت اشتغلت عليه محدش هيشتري، لان انت طبعا لما تبيعه دلوقتي لو هو بيتباع ب 550 جنيه عمولتك فيه 50 جنيه، يعني هو ب 500 جنيه، وانت هتحط له حوالي 200 او 250 جنيه عموله عشان تقدر تغطي مصاريفك وتغطي اعلاناتك، يعني هتبيعه ب 750 جنيه. في حاله ان هنا ب 300 جنيه ممكن تلاقي ناس بتبيعه ب 550 وب 600 جنيه وبتكسب فيه وبتحقق فيه ارباح. انت لو بعته هناك ب 600 جنيه هتخسر ومش هتعرف تحقق فيه اي ارباح. فده الفرق في الاسعار بين صفقه وبين غيرهم. طبعا صفقه فيه منتجات، لو انا يعني انا ممكن اقلب لك دلوقتي في منتجات، في منتجات لا غاليه جدا جدا عندهم ومزودين بالعموله برده بال 200 وال 300 جنيه، ما بقولش ان هم افضل حد في السوق بالنسبه لاسعارهم، بالنسبه لمنتجاتهم والتنوع الكبير اللي عندهم، بالنسبه لخدمه العملاء عندهم. فصفقه تعتبر انا شايفها ان هي حاليا من افضل منصات الافiliate اللي انت تقدر تشتغل معاها في الوقت الحالي. طيب هنا طبعا برضو نفس الكلام، اداره الطلبات، لو انت عايز تشوف مثلا الطلبات بتاعتك، الطلبات اضفت، لو انت عايز تضيف اوردر جديد، بس انت لو عايز تضيف اوردر جديد هتضيفه من خلال المنتج على طول. تعالوا نضيف منتج، افتح مثلا المنتج ده. هنا طبعا ده رابط الوسائط، برضو لو انت عايز تخش تحمل الميديا اللي انت هتشتغل عليها هتلاقي برضو نفس الكلام، كلهم زي بعض، ان انت هتلاقي الصور هنا والفيديوهات هنا، بتبدا تتعلم الاثنين وتبدا تعمل لهم داونلود، يعني هتبدا تعلم عليهم الاثنين كده اهو. مش احنا دوسنا فتحنا، عايز تعلم دول بتروح عامل كنترول ايه كده وتبدا تدوس هنا وتبدا تحمل الصور كلها وتبدا تحمل الكرييتيف اللي انت هتشتغل عليها. ودي كده صفحه المنتج. لو عايز تضيف طلب بتروح جاي هنا كده دايس السلعه، دايس على العلامه ديت، بتبدا تظهر هنا في السله، بتعمل هنا انشاء الطلب، وبتبدا هنا تسجل اسم العميل، تسجل رقم تليفونه، تسجل رقم لو عنده رقم تاني، عنوانه التفصيلي، المحافظه، السعر اللي انت عايزه. هنا طبعا اختيار الصفحه ديت لو انت عايز تعمله بصفحه معينه، لكن هم كده كده بيبعتوا باسم الصفحه بتاعتهم، بتبقى تقريبا اسم الصفحه بتاعتهم الكينج او حاجه زي كده، بيبعتوها الكينج. وهنا بتكتب الرقم اللي انت عايزه للسعر اللي انت حاطه ضايفه جديد، طبعا لازم يبقى انجليزي. هنا بتضيف مثلا 569 او اي حاجه. هنا بيقول لك الكميه، ودي عمولتك هنا كده بقت 149 جنيه. الشحن طبعا هيبقى بناء على لو انت حددت هنا المحافظه وحددت مثلا اختار المحافظه بورسعيد اهي، هتبص تلاقي هنا ضاف لك الشحن 65 جنيه، عمولتك بقت كذا، اجمالي الصرف بتاعك كذا. بتملى البيانات وبتبدا هنا لو انت عايز تحط ملاحظه وتعمل انشاء الطلب، وبيبدا الاوردر يروح ويبداوا ياكدوه وبيبداوا يوصلوه في خلال 3 أو 4 أو 5 ايام. انت برضو بتتابع وتشوف هما بيوصلوه خلال قد ايه. ودي كانت شرح منصه صفقه، وهي دي تعتبر كده خلاص اخر منصه معانا. نجيب المنتجات المعروضة دي، كده كانت آخر منصة معانا. وفي الآخر دي الخلاصة اللي هتوفر عليك فلوس ووجع دماغ كبير. اختيارك لمنصة أفiliate ناجحة مش معناه إن هي تبقى أكبر اسم ولا اشهر اعلان، لكن معناه ان دي انسب منصه لمرحلتك اللي انت فيها دلوقتي. زي ما قلنا سواء انت مبتدئ او عندك خبره، ابدا بسيط واختبر واتعلم، وبعدين ابدا وسع شغلك واحده واحده، وخليك دايما صبور على شغلك وعلى ارباحك. لو حاسس ان الفيديو ده فرق معاك وفادك، ما تنساش بقى اللايك وتشترك في القناه وتكتب لي في الكومنتات انك جاهز عشان انزل لك الدرس اللي جاي في اسرع وقت ممكن، وكمان عشان نقدر نوصل الدرس والمعلومه الصح لناس اكتر، وعشان يستفاد اكبر عدد ممكن من الدرس او من الفيديو او من الشرح اللي احنا عاملينه. شكرا جدا جدا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.